طابت أوقاتكم. هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها الفنان السوري العربي جمال سليمان موسكو. في المرة الأولى كان متدربا في أحد أهم وأكبر وأشهر المسارح الروسية، وفي المرة الثانية قبل عام تقريبا حضر لقاء موسكو واحد للمعارضة والحكومة السورية برعاية روسية. واليوم معنا الأستاذ جمال سليمان. مرحبا بكم أستاذ جمال، وشكرا لحضوركم إلى استوديوهات RT. شكرا. عنوان الحلقة الخاصة اليوم هي فوهات البنادق وعدسات الكاميرات، الدراما السورية. الدراما السورية هنا ليس بالمعنى فقط دراما السينما والمسرح والتلفزيون، ولكن دراما الحياة التي نشهدها. أنا أعلم أنكم لا تفضلون الحديث كثيرا عن السياسة، ولكن هل يمكن القول بأننا نقترب من نهاية الدراما السورية إذا حصل التوافق وجلس الفرقاء إلى طاولة واحدة كما حصل في الأستانة، ثم بدأوا بصياغة مشروع مصالحة يوصل سوريا الحبيبة للجميع إلى نهاية سعيدة؟ يعني أولا اسمح لي لك أنه ما عندي مانع أني أتحدث بالسياسة، على العكس تماما، ولكن أنا من الأشخاص اللي بيعتبروا أنه الحديث بالسياسة خاصة فيما يتعلق بالوضع السوري الآن هو سلاح ذو حدين. إذا ما كان عندك شيء تقوله للناس وما كان في شيء ضروري من أجله تظهر على وسائل الإعلام وتتحدث، فالأفضل ألا تتحدث. الحقيقة أنا تحدثت بهذه المسألة بمفاصل بعتبرها مهمة بهذه المسيرة. ليه اللي حضرتك سميته الدراما السورية؟ تعال نسميه التراجيديا السورية. يمكن يكون هالمصطلح أقوى. يعني ما حصل في سوريا، وهي يعني فيها أيضا من المضحكات بالمناسبة. يعني ما هو حتى التراجيديات شكسبير فيها مشاهد كوميدية. أكيد. يعني بلير في عنا حفار، في عنا المهرج، وبهاملت عنا حفار القبور، صح، وهكذا دواليك. وأي تراجيديا الحقيقة بشكل من الأشكال فيها مشاهد ظاهرها مضحك لكن باطنها مؤلم ومبكي، وهذا الشيء حصل أكيد في مسيرة هذه التراجيديا السورية. فيما يتعلق بالشق الآخر من سؤال حضرتك، إذا كنا نحن اقتربنا من المشاهد الأخيرة من هذه التراجيديا السورية، أتمنى أن يكون الأمر كذلك. أنا أعتقد بأن الآن ما يعني جرى خلال الفترة الأخيرة وتوج في اجتماع أستانا قد يكون خطوة في الطريق الصحيح، أن تحضر المجموعات المسلحة إلى طاولة الحوار السياسي. هذه مسألة الحقيقة مفصلية ومهمة جدا. ونحن يعني من يعني أكثر من سنتين أو يعني 3 سنوات ونحن عم نقول إنه لابد من أننا جميعا إذا كنا معارضة سوريا وإذا كان لدينا فعلا مشروع وطني سوري من أجل سوريا، لابد جميعا أن نجلس إلى طاولة المفاوضات تحت شعار أن سوريا أكبر منا جميعا، وأننا يجب أن نجد حل سياسي في سوريا عادل. الحل السياسي العادل هو الانتقال الديمقراطي، لأن هذا الحل هو الذي سيقبله غالبية الشيوعيين على اختلاف مشاربهم، والذي لا يقبل الانتقال السياسي نحو الدولة الديمقراطية فمعنى ذلك يعني الحقيقة أنه مشروعه غير سوري، مشروعه يعني عابر بلا شك. الآن يعني وعودة أخرى يعني للخروج على وسائل الإعلام والحديث، لأنه أحيانا يعني نحن كمعارضة نتورط في التفاؤل المفرط والرومانسي، وأحيانا نتورط في نوع من التشاؤم العدمي، وكلاهما الحقيقة غلط. خليني أقول أنه في خطوات تسير الطريق، لكن هناك ما يزال غموض شديد جدا يلف العملية. نحن لم نسمع
تماما الإدارة الأمريكية كيف تتصور القضية تجاه سوريا. أن نقول أننا يجب أن نحارب الإرهاب، هذا مبدأ متفق عليه يعني قبل هذه الإدارة. نعم. الحرب ضد الإرهاب في سوريا وفي كل مكان في العالم الحقيقة واجب السوريين، واجب المجتمع الإقليمي، واجب المجتمع الدولي، إلا إذا كان هذا الإرهاب يخدم أجندة جهة أو شخص أو دولة، فساعتها يعني شيء طبيعي أن لا يحاربوا إلا بالبيانات الإعلامية، ربما يعني كنوع من ذر الرماد في العيون. ولكن ما وراء محاربة الإرهاب في مسائل مهمة جدا. أنا أعتقد أن الحل السياسي العادل في سوريا والانتقال نحو الديمقراطية، بحيث أنك تشكل جبهة وطنية صلبة سورية يجتمع حول وتحت مظلتها غالبية السوريين، هذه خطوة أساسية وضرورية جدا في محاربة الإرهاب وفي منع الحاضنة نعم. للإرهاب. نحن بانتظار الحقيقة تبلور موقف الإدارة الأمريكية، لأنه من ناحية من ناحية الواقعية يعني السياسية هذا مسألة مهمة جدا. يعني من منظور المسرح، اللاعب الرئيس الآن في المسرح السوري، عدا طبعا الفصائل المسلحة وداعش الإرهابية والقوات الحكومية وحلفائها والروس، هل يحتاج المسرح السوري إلى لاعب آخر هو الولايات المتحدة حتى تنتهي الدراما أو التراجيديا إلى نهاية ما يعني فلنقل؟ ليس هذا يعني خياري. أنا خياري كإنسان سوري أن لا يكون هناك لا لاعب إيراني ولا سعودي ولا روسي ولا أمريكي، أن يكون السوريين، وهذا كان نداءنا من البداية، أن تكون مسألة سورية ونجلس كسوريين ونوجد حل سياسي في بلدنا. ولكن طالما أن المسألة أصبحت مسألة إقليمية ودولية فلا داعي للكذب. وجود أمريكا في هذه المسألة ضروري جدا، ليس لأني أنا سعيد بذلك ولست لأني أنا أختار ذلك، ولكن هذا بحكم الأمر الواقع، كما باقي الفرقاء، كما الإيرانيين، كما دول الخليج، كما تركيا، كما روسيا، كما باقي الدول. لماذا رغم التباين؟ لماذا أنا لا أريد هنا أن أجمع طبعا الجميع، بلا شك يعني المواقف تختلف من طرف إلى آخر. لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن هنالك حساسية ظهرت حين طرح الروس مسودة دستور لسوريا، وتعالت الأصوات أن دولة تفرض على دولة أخرى دستورا، يعني وكأن هؤلاء الناس، وهو من حقهم طبعا أن يعترضوا، يتجاهلون أن القضية السورية هي مدولة منذ سنوات، وبالتالي فالتدخل الروسي في الدستور يعني لا يعتبر نشازا في هذه الجوقة الدولية التي تدس بأنفها في سوريا منذ البداية. يعني بغض النظر عن الموقف من بنود ومواد الدستور التي لم يقرأها أحد كاملة إلى الآن، لكن هذه المبادرة الروسية من وجهة نظركم اليوم طرحت أمام الوزير وتحدث هو عنها، واعتقد انكم تقدمتم بطلب يعني فلنقل عرض بالمقابل انكم ستعدون مع هيئه معينه الدستور. هذه الخطوه الروسيه لاثاره النقاش، هل تعتقدون انها مفيده حول الدستور؟ الحقيقة يعني هي يعني من حيث المبدأ يعني طالما أننا لم نكن في جنيف كسوريين، أنا أتحدث الآن عن معارضة ونظام، لم نكن في فيينا، لم نكن في كل اللحظات المهمة اللي صدر فيها قرارات تتعلق بواقع سوريا اليوم ومستقبل سوريا الحقيقة، ما كنا موجودين، وبالتالي أن يطرح أمامك دستور فجأة يسقط عليك من السماء، يعني ضمن سياق ما يجري الحقيقة. يعني من حيث المبدأ المسألة كانت مستغربة. واليوم نحن يعني نقلنا هذا الشعور لمعالي الوزير لافروف، انه يعني استغرب الرأي العام انه كيف لدستور ان يهبط علينا بهذه الطريقة. وهو الوزير لافروف نفسه اشار يعني انه يعني هم يتابعون بان بعض الناس قالوا وكاننا يعني وكان الروس يعيدون ما فعل الامريكان في العراق بدستور بريمر. أكد الوزير لافروف بأنه هذا ليس دستور بريمر، هذا غير مفروض على السوريين، ولا يمكن ولا تشعر أن روسيا الاتحادية لديها أي حق بفرض دستور على السوريين، وإنما هو مجرد اقتراح لتفعيل النقاش في هذه المسألة. يعني وخاصة وكأنه الروس حبوا يدخلوا بالتفاصيل ليقولوا هن كروس
كيف بيشوفوا مستقبل يقترحون مستقبل لسوريا. لكن في النهاية ليس حتى لقوى المعارضة الآن أن تقدم دستور للناس. هذا ليس من حقنا، هي مسألة كبيرة جدا. الدستور هو وفقا لتفاهمات جنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرت 254، هيئة الحكم الانتقالي مكلف الحقيقة بكتابة مسودة الدستور وطرحها على الاستفتاء الشعبي. هذه مسألة سيادية سورية، لا يحق لأي جهة دولية أو إقليمية أو سورية من قوى المعارضة أن تقول للسوريين هذا هو دستوركم. صحيح. ونحن الحقيقة كي تفهم المسألة في هذا السياق وكي نستفيد من الاقتراح الروسي، كان عندنا اقتراح اليوم بأنه يعني الحقيقة اللي قدم هذا الاقتراح الأستاذ لؤي حسين ونحن أيدناه، أن تقام ورشات عمل لمناقشة هذا الدستور. جميل. ودساتير أخرى اشتغلت عليها قوى معارضة، والدساتير السورية الأخرى من أول دستور في سوريا يعني عام 1920 وحتى آخر دستور، وإجراء يعني نوع من الدراسة المقارنة لكي نحضر أنفسنا. نعم. ونستبق الوقت، لأن مسألة الدستور مسألة تحتاج إلى وقت كبير جدا، وبالتالي ما في داعي نأجل النقاش لبعدين. فلنتناقش الآن، وعندما يأتي الاستحقاق نكون جاهزين باقتراحات وأفكار، فنختصر الزمن تعد الهيئة الدستورية المكلفة أو الجمعية التشريعية أو الهيئة التأسيسية. نعم. يعني أيا كان اسمها بالمستقبل تعد هذا الدستور وتطرحه يعني للاستفتاء الشعبي. هذه النقاشات وورشات العمل بيكون فيها خبراء دستوريين سوريين، قضاة، محامين، قانونيين، ويكون فيها قوى سياسية ومجتمع مدني، المرأة، الناس بدافعين عن حقوق المرأة، الناس المختصين في قضايا البيئة والمهتمين فيها، الناس المهتمين بقضايا الاقتصاد والعدالة الاجتماعية. طبعا ينبغي أن يأخذ بكل. نحن أيضا في آرتي العربية سنفتح في موقعنا صفحة، وسندعو الشخصيات المعنية لمناقشة موضوع الدستور بدءا من الأسبوع القادم، ونتمنى أن يعني أنتم أن تساهموا شخصيا بالتأكيد، والأساتذة الآخرين من كل الفرقاء السوريين لإغناء هذا الموضوع. على ذكر أن روسيا يعني قامت بخطوة مفاجئة لكم، هذا ليس غريبا على الشخصية الروسية. يعني كيسينجر يقول أن بوتين يذكره بشخصيات ديستيفسكي، وشخصيات ديستيفسكي معروف جدا أنها يعني من الصعب التنبؤ بأفعالها. بلا شك أن هذه خطوة طيبة، يعني هو الجانب الروسي كان واضح أنه يريد أن يقول لكم انشغلوا بقضية أهم من العراق والجدل الذي لن يكون مجديا، أو تتوقف البنادق ومن أجل أن يبدأ الحديث عن بناء الدولة القادمة. حسنا، أنا قلت أنكم فنان سوري عربي. لماذا؟ أقصد هنا يعني عربي بمعنى ليس فقط الانتماء العربي، ولكن عربي إلى العرب. يعني اليوم يتحدثون كثيرا، هنالك من جرحت مشاعره العربية حين حذف من اسم الجمهورية في مشروع الدستور جمهورية العربية السورية، أصبحت الجمهورية السورية. يعني هل فعلا هذا يثير حساسية لدى السوريين أن البلد وهو عربي بلا شك يعني بالأساس وفيه أقليات كثيرة، ولكن يعني هل يزعج هذا العرب الأغلبية إذا كان اسم البلد سوريا؟ يعني سوريا جميلة هي بدون أن يلحق بها شيء أيضا جميل هو العربي. يعني الحقيقة ده موضوع يعني كان يعني نقطة خلاف وأحيانا نقاشات متوترة في مسار يعني حركة المعارضة السورية. ونحن في القاهرة الحقيقة سواء كان في الجولة الأولى من مؤتمر القاهرة أو في الجولة الثانية من مؤتمر القاهرة بال 2015 أثناء إعدادنا لميثاق العهد الوطني، ويعني أتمنى أن يعني تطلع عليه الناس، وأتمنى أنكم في موقع روسيا اليوم تنشرون هذا الميثاق، لأن فيه أفكار دستورية مهمة تتعلق يعني بحقوق الأقليات وحقوق المكونات المختلفة للشعب السوري ومبادئ التي يجب أن تقوم عليها الدولة السورية المأمولة. دائما كان عند كثير يعني من مكونات القومية السورية تخوف من كلمة الجمهورية العربية السورية. كلمة العربية كانت تثير تخوفهم، بمعنى أنها تعيدهم إلى الزمن
اللي كانت في حقوقهم يتم تجاهلها على الإطلاق، ومحاولة دمجهم القسري في يعني منظومة الحياة السورية القائمة على مفهوم القومية العربية. ونحن طبعا نتفق معهم في ذلك ونؤيدهم، ولا يمكن إطلاقا وليس من مصلحة سوريا أن يكون هناك دمج قسري لأي من مكوناتها. يعني كما نحن نفخر يعني بانتمائنا يعني العروبي، أيضا نفخر بانتماء جزء من أهلنا الكردي، نفخر بلغتنا العربية وتراثنا العربي، ونفخر أيضا بتراثنا كسوريين الكردي ولغتنا الكردية، نفخر بانتمائنا إلى الإسلام، ونفخر أيضا بأن سوريا يعني هي كانت مهد الحضارة المسيحية، مهد الديانة المسيحية. نعم. وهي التي صدرت المسيحية إلى العالم. هذه سوريا وهذا هو غناها، وبالتالي يجب أن نصل إلى دستور الحقيقة يحافظ على وحدة سوريا، ليس وحدة الأرض فقط وإنما وحدة المجتمع السوري. لكن الوحدة لا تعني إطلاقا القضاء على الخصوصيات وعلى التباينات والاختلافات من المجتمع السوري. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في نفس الوقت الذي نحافظ فيه على وحدة التراب السوري، نحافظ فيه على مصالح الجميع وسعادة الجميع ورضا الجميع، لأنه أثبتت التجربة أن الناس يدافعون عن أوطان يشعرون فيها بالوجود وبالكيان وبالرضا. والحقيقة أنه هؤلاء الناس أكثر حرصا من أي أحد تاني على حتى في حال نشوب الخلاف على اللجوء إلى طاولات مستديرة كما هذه الطاولة وإجراء الحوار بشكل حضاري وإنساني. ومن هالمنطلق أنا برأيي أنه هذه المسألة يقررها أيضا الشعب السوري. فأحد دساتيرنا بعد الاستقلال، نحن الدستور اللي تلا الاستقلال مباشرة كان في اسم الجمهورية السورية. نعم. لبنان اسم الجمهورية اللبنانية. وكان دستورا يعني فيه الكثير من العناصر المهمة. طبعا. ولو انه اخواننا مثلا على سبيل المثال الاكراد على سبيل المثال عندهم اعتراضات انه يعني لم يلحظ وجودهم هذا الدستور. هو يعني اعتقد انه يعني واضعوا الدستور آنذاك لم يفكروا باعتبارهم عربا وبينهم وبين الأكراد فاصل. يعني صحيح. هذه قضية في الأنظمة التي سبقت الانقلابات للأيديولوجيين، كانت الأنظمة لا تفكر كأنها خارج الآخر، يعني كانت هي والآخر واحد. تأكيد. يعني حتى في العراق النظام الملكي لم يكن يتعامل مع الآخرين باعتبارهم آخرين، كان يعتبرهم جزء من كيانه. وأعتقد أنه لديكم يعني أن يكون وزير أوقاف في سوريا مسيحيا، هو لا يفكر بمسيحيته آنذاك. لا، وخاصة أنه يعني قادة الحركة الوطنية السورية وصناع الاستقلال وكبار الشخصيات السياسية السورية آنذاك كان عدد الأكراد فيهم عدد وفير. نعم. يعني وهن نظروا إلى أنفسهم كسوريين. نعم. وعملوا من أجل سوريا. نعم. وبالتالي يعني أنا بعتقد أنه لما بيبقى هذا هو المناخ وهذا هو الجو، هون ما عاد في هذه الحساسية المفرطة. اليوم بسبب ما جرى في سوريا الحقيقة بعض القضايا تناقش بحساسية مفرطة جدا، لذلك يتوتر النقاش، ولذلك تجد أن كل طرف من الأطراف يعني يدافع عن حقوقه. أنا أقول حقوقه، وإن لكن بشكل في كتير تطرف قائم على عدم الثقة بالآخر. وبالتالي أنا بقول لك أخي أنا بدي أضمن حقي. نعم. فبتصل لمرحلة الأشياء أنه وكأني أنا شيء وأنت شيء آخر، وأنا كان شخص وأنت شخص آخر. صحيح. ما بنعود أنا وأنت واحد، ما بنعود أنا وأنت اثنين سوريين أو اثنين عراقيين أنا أعتقد أنه العراق عم تعيش هذه المأساة. وهذا ما ردت يعني تجربة العراق المريرة. طبعا فعلا المقارنة بين دستور ما يعرف بدستور بريمر سيء الصيت هو ليس كما عمل الروس. بريمر جاء بخبراء قانونيين أمريكان وأجلسهم مع عراقيين، كتبوا سوية هذا الدستور الحافل بالألغام التي تتفجر يوميا. يعني الآن مشكلة المناطق المتنازع عليها، صحيح. هوية النظام، الديانة، المذهب إلى آخره. في الدستور المسودة الدستور فيه بعض العناصر التي تتحدث عن الأقلية والأغلبية. ألا يجوز إلغاء فكرة الحديث عن أغلبية وأقلية في المجتمعات؟ يعني هذا مصطلح هو بالأساس يخرب المجتمعات، أن يتعاملون الناس. يعني لو كنت أنا علمانيا أو مسلما وأذهب
يعني مسلما بمعنى متعصبا أو أصوليا إسلاميا يعني. إسلاميا، وأريد الحصول على منصب، وإذا كان الدستور يضمن بحكم فقراته فقط لمن هم يؤمنون بديانة معينة، يعني كيف سيكون حقوق الآخرين؟ وأعتقد في مجتمعاتنا إلى الآن توجد شخصيات التي لا تعترف لا بمذهب ولا بدين ولا بطائفة، وتتصرف فقط بوطنيتها الخاصة، يعني بمعنى أنه مشروع الدستور الذي تفكرون فيه ألا يمكن منع الحديث عن الأغلبية والأقلية؟ الحقيقة أنه طبعا يعني مصطلح الأغلبية والأكثرية الحقيقة مصطلح يعني أنا برأيي أنه لا يساعد على بناء مجتمعات وأوطان يعني حقيقية. وأنا برأيي أن الناس عندما تفكر بهذه الطريقة يعني تفكر في إطار ما قبل الدولة. صح. إذا كنا نحن اليوم كناس سوريين وطنيين متحضرين نحب سوريا فعلا وعندنا طموح أن نستعيد سوريا القوية والمعطاءة والعظيمة. سوريا بلد استثنائي. سوريا عندما كان فيها برلمان في أحزاب، ما كان في برلمانات بمنطقة الشرق الأوسط. سوريا عندما أدخلت الأتمتة الزراعية في مزارع أصفر ونجار في شمال سوريا، العالم ما كانت لسه بتعرف شو يعني حصادة وشو يعني تراكتور. نعم. سوريا لما كانت تصنع أفضل الأقمشة النسيجية يعني في منطقة الشرق نعم. الأوسط، يعني الحقيقة الناس لسه كانوا ما بيعرفوا شكل يعني معمل النسيج. أنا ما عم أقلل من شأن الآخرين ولا بدي أبدو هون أني أنا شوفيني السوري، ولكن لابد من تذكير الناس بسوريا ما هي سوريا. وبالتالي إذا كنا نحن نريد أن نستعيد سوريا العظيمة وسوريا المعطاءة وسوريا القوية والمزدهرة، لابد أن نفكر بالأكثرية والأقلية على مبدأ سياسي. هناك أكثرية سياسية وأقلية سياسية. هذه الأكثرية السياسية فيها كرد وفيها أرمن وفيها هذا ما بودي شركس وإلى آخره. نعم، لم يبقى إلا 3 دقائق أو أقل. بودي أن أسأل على الجبهة الثقافية، يعني باستثناء بعض الكتابات التي هزت الضمير العربي والعالمي بعد أن ترجمت إلى لغات عن القمع وحرية حقوق الإنسان، مثل رواية مصطفى خليفة القوقعة. بعد الأحداث الأخيرة لم نشهد أعمالا أدبية بهذا المستوى، يعني ما هو السبب؟ هل لأن حرارة الأحداث والدم المتدفق يمنع المبدعين من الكتابة عن هذه المآسي؟ لأنه ما حصل ما بعد الانفجار الأحداث يشكل صورة مأساوية أكثر ربما رعبا من رواية مصطفى خليفة والروايات الأخرى التي صدرت تتحدث عن التعذيب في السجون. يعني أنا أعتقد بأن سنشهد يعني حركة نشر كبيرة جدا لآثار أدبية، يعني إنتاج أدبي روائي ولا شعري كان في السنوات القادمة يتحدث عن سوريا وما جرى في سوريا. غير القوقعة صدر الحقيقة بعض الأعمال لكنها لم تحظى بنفس الشهرة التي حظت فيها رواية القوقعة، لأنه كانت يعني أولى وكانت الحقيقة مرعبة. اليوم أنت بتعرف أنه باللغة العربية ما كتير في دور نشر أساسا، وما كتير في دور نشر متحمسة لتنشر أشياء من هذا النوع، حتى على صعيد الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. يعني مالي شايف انه في حدا متحمس يمول مسلسل او فيلم سينمائي يتحدث عن القضية السورية حتى الآن. على كل حال انا برأيي انه ما جرى في سوريا كبير جدا، يمكن النظر له من زوايا مختلفة، وانا اعتقد بان سنشهد الكثير من الانتاج الادبي والفني بهذا الاطار. بعضه سيكون انفعالي ومستواه الإبداعي متواضع لكن يطرح قضية كبيرة، وبعض الحقيقة سوف يجمع بين نبل ومأساوية القضية والمستوى الأدبي والإبداعي الرفيع. فلسه الأيام قادمة، ولا يمكن لما جرى في سوريا أن يتم الالتفات عنه واعتباره لم يجري. يعني نتمنى أن تطبع روايات كالقوقعة في مطابع الحكومة السورية. عند ذاك نستطيع أن نقول أننا يعني وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها السوريون يشعرون بمواطنتهم، وأنهم يتعاملون مع أنفسهم كما يتعاملون
مع الآخر في أقل من 20 ثانية. هل نتوقع عملا مسرح تلفزيونيا يعني كبيرا يعني في الشهور القادمة؟ والله لا، في الشهور القادمة لا، نحن شرعنا يعني الحقيقة بالتحضير لهيك عمل على المستوى الكتابي والى آخره، بس لا نجد ممولين لهذا الشيء، وهي المسألة تحتاج إلى فلوس يعني. والحقيقة نحن عندنا الفكرة وعندنا الإبداع إذا صح التعبير، بس للأسف ما عندنا الفلوس. أحيانا يعني نادرا ما يجتمعوا الشغلتين مع بعض. يعني أهم شيء أنه الأفكار لا تزال، الذهن متوقد للأفكار. الحمد لله. الأستاذ جمال سليمان الفنان السوري، شكرا جزيلا لكم على حضوركم في استوديوهات RT. ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا هانئة.